السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل كيكه برتقال واستفنجي مع بعض. انا هنا عصرت آه، كنت بعصر بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا في الخلاط الاول 3 بيضات وكوبايه من السكر ورشه وباكو فانيليا وقشر برتقال واستفندي. قشره بسيطه كده اهيت، يعني حته بسيطه كده اللي انا خدتها. وهنا عملت واحده استفندي، عصير استفندي وعصير يوسفي، واحدة عصير يوسفي واحدة 2 برتقال. يلا بينا على الخلاط ونضرب مع بعضين. اهو كده هنحط كمان زي ما انتم شايفين كده. هنعمل الخلاط هنحط ديت معلقتين من سمنة على ايه، على زيت. يعني ديت كوبايه الا ربع سمنه وزيت. عايزين تحطوا زيت بس حطوا، عايزين تحطوا سمنه بس ايه اللي متاح عندكم. هنضرب دلوقتي الخليط كده. نوقف بقى، وكل ما نحط حاجه هنخلطها شويه. هنحط كده اهي عصير برتقال على اليوسفي وهنضرب تاني. زي ما انتم شايفين كده خلاص الخليط كده الحمد لله جاب مع بعضه. هنغسل بقى كده، هنغسل بقى عشان نحط ايه على بعض اهوت. هنركن ده كده. هنحط هنا طبعا انا بعمل كله بكوبايه واحده. اي كوبايه عندكم، انا بعمل بالكوبايه المعياريه ديت او اي كوبايه ايه متاحه عندكم، ماشي. هننزل بقى هنا 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم باكت شيف كيك او باكون باودر المتاح هنا، ورشه ملح فقط لا غير. هنا هنعمل دلوقتي كده. هينزل كده بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله على الريحه اهو كده اهو زي ما انتم شايفين. ندوبوا كل حاجه في بعض الاول، ويكون الفرن وانتوا بادئين يكون شغال على 180، وسيبوه ايه يسخن. وتكون الصينيه مقاس 26 على هي ديت عشان تطلع ان شاء الله كيكه مظبوطه. على فكره الكيكه ديت انا عاملاها بالدقيق اللهم صل على الدقيق البلدي والدقيق البلدي اللهم صل على النبي اسمه البلدي والزيرو. انا بخلط دقيق مع بعض. اللي هو انا هقول لكم ايه، البلدي اللي هو فيه رده، الزيرو اللي هو الفينو، عشان تبقوا عارفين بس الفرق. بصوا كده جميله خلاص، هي مش عايزه اي حاجه تاني اهيت كده اختلطت كلها مع بعض كده خلاص. هننزل بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شايفين ما شاء الله عليها؟ شايفين؟ الله اكبر. خلاص كده هنعملها كده خطتين بس كده. الاول هعملهم هنا كده بس هي كده طلعنا الهوا. لزعتها لزعتين، المفروض ما تخبطوش قوي كده زيي. يلا هنحطها بقى في الفرن طبعا. بسم الله اهو على في الوسط على 180. هنشوفها بعد ان شاء الله يعني تلت ساعة. يعني خلينا تلت ساعة احسن، يعني خلينا 45 دقيقة ونشوفها ان شاء الله مع بعض. يلا يا جماعة دلوقتي عدت تلت ساعة هنشوفها اهي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هنشوفها كده الاول. هي لسه طبعا عايزة وش تاخد وش كده. يبقى كده مفيش اي حاجة اهي في الخلة. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم كده مفيش حاجة. كده نحطها بقى تاخد وش. هشغل الشواية تاخد وش لان انا ايه دلوقتي نشغل شويه. نغسل بقى دلوقتي ونشغل الشوايه كده خلاص كده. بسم الله ما شاء الله. ايوه كده تمام. ريحه البرتقال عامله ريحه عاليه قوي. دلوقتي هسيبها كده تبرد وبعد كده نقطعها مع بعض. هسيب كده، سيبها بتاع 5 دقايق كده اهو في الفرن. بس هنفتح شويه كده عشان يبرد الفرن اهو. هنسيبه كده موارب شويه عشان نعمل. طبعا بصوا انا سايبه كده عشان هنمسك المره الجايه ننضف البوتاجاز كله. طلعناها بقى كده. طبعا دول عشان كنت بشوف الكيكه. بصوا ما شاء الله عليها، الله اكبر. هسيبها بس تبرد شويه وبعد كده ايه نقطعها مع بعض لان هي سخنه. لو قطعتها دلوقتي هتفرق. لو تقطعوها وهي سخنه سيبوها تبرد بس شويه. الدنيا عندنا برد كمان يعني.
بصوا يا جماعه ما تعملوهاش سخنه كده طبعا زي، عشان انا مجنونه عايزه اوريها لكم بس يعني عامله ازاي، فما تطلعوهاش سخنه بامانه يعني. بصوا شايفين البخار؟ بصوا يا جماعه ما شاء الله عليها، البرتقال مخليها لونها. بصوا تاخد صينيه كده. بصوا بصوا ما شاء الله، الله اكبر. ساميه بتزني زن مش فاهمه. بصوا الله اكبر عليها. بصوا اللهم صل على النبي، سخنه خالص ازاي. بصوا جميله خالص، جميله جميله اهي. متنسوش بقى ايه تشتركوا في القناه. نعم عبد الحميد ولايكات كتير كتير بيساعدني ويفرحني. كومنت بقى حلو كده من حضراتكم، ولايك كده جميل، وتكتبوا لي انتوا بتدعموني منين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع حبايبي مع الف سلامه. تشربوا بقى مع كوبايه شاي كده ساده، مع كوبايه شاي بلبن تحفه ان شاء الله، تعجبكم ان شاء الله، تعملوها تبقى ممتازه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.